عملتوا ضيافة العيد ولا لسه؟ يلا تعالوا نعملها مع بعض. اول حاجة جبت الترمس ده المستورد مش البلدي، عشان البلدي بياخد وقت طويل، فنستخدم احسن اللي هو المستورد. هننقعه من بالليل للصبح، وبعد كده هنبتدي ان احنا نغسله كويس جدا ونرمي المية دي، وفي مية نظيفة نسلقه زي ما انتوا شايفين كده. غليت المية في حلة كبيرة شوية علشان تكفي الكمية بتاعة الترمس، وبعد كده بنزل بالترمس وبسيبه بقى يتسلق براحته. طبعا هو بياخد حوالي نص ساعة ل3 ارباع ساعة وبيكون استوى معاكي. وطبعا تقدري ان انت تدوقيه علشان تعرفي اذا كان استوى ولا لا، لان ممكن واحده مثلا تنقعه وقت اقل من ان انا نقعته فياخد معاها مده اطول، فانت تقدري تدوقيه براحتك. وبعد ما بيستوى بقى بحط جنبي كده طبق اطلع عليه الترمس، او مثلا مصفى اصفي فيها الترمس، المهم ان احنا نتخلص من الميه بتاعه السلق. وطبعا لازم نشطفه كويس جدا جدا بميه نظيفه. كمان نقعته حمص وكمان سلقته نفس الطريقه. وعلشان الترمس ما يعملش اي ريم معاكي في التلاجة وتحتفظي بيه من غير ما ينشف، لازم نعمل له محلول ملح. الكميه دي كانت 300 جرام تقريبا من الترمس، حطيت لها تقريبا معلقتين كبار من الملح في لتر ونص من الميه، وحطيتهم عليها لحد ما اتغطوا بالشكل ده ودخلته التلاجة. ووقت الاكل بطلع شويه ترمس وشويه حمص، وتحطي عليه بقى رشه الكمون، رشه بابريكا، ورشه شطه لو انت بتحبيه سبايسي. مش قادره اقول لكم يا جماعه بيبقى طعمه ازاي، وفريش وسريع جدا جدا في عمايله. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم، اختاروا نوع الترمس المستورد بلاش البلدي. ودي تحضيراتي البسيطه للعيد. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير.